لو انت رياكت ديفلوبر فعندي ليك خبر وحش. في ثغره جديده في نظام رياكت سيرفر كومبوننتس دي سيرياليزيشن بعافيه شويه. فالثغره دي بتسمح للهاكر يشغل كود على السيرفر بتاعك، وده من خلال ريكويست واحد بس من غير ما يكون ليه اكسس على اي حاجه. يعني ايه؟ يعني الاتاكر يبعت ريكويست ويشغل سكريبت ويقرا داتا ويعمل اللي هو عايزه في السيرفر بتاعك. المصيبه ان الموضوع مش في ناكست جي اس بس، ده اصله من رياكت. ناكست جي اس اتاثر بالموضوع ده طبعا، خصوصا التطبيقات اللي بتستخدم الاب راوتر، وده على الاصدارات ناكست جي اس 15 و16. فلو عندك ار اس سي او رياكت سيرفر كومبوننتس في الموقع بتاعك، فقوم دلوقتي واطمن على الموقع بتاعك. ما تقوم تطمن على فلوس. ما تقلقش طبعا، مش هسيبك. في تول جاهزه تشيك وتعمل ابجريد اسمها رياكت تو شيل. هتبص على النسخه بتاعتك وهتحدث الاصدار اللي بيعالج الثغره دي. ومن خطوره الثغره دي، فيرسل نفسها قالت لو بتحاول ترفع موقع فيه الثغره دي احنا هنرفض نعمل ديبلويمنت اصلا. يعني الموضوع مش هزار. وهنا بقى يطلع صاحبك بتاع فيو اللي مستني اللحظه دي من زمان. شايف يا معلم؟ سيبك من رياكت وتعالى عندنا في فيو نكست، احنا بتوع الاستقرار. بس الحقيقه مفيش فريم ورك مفهوم الثغرات، لا رياكت ولا فيو ولا حتى جيكويري اللي لسه عايشه لحد دلوقتي ومش فاهم ليه. اكتب لي في الكومنتات انت فريق رياكت ولا فيو، ولا لسه ماسك في الجيكويري. سلام.